السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب أهلاوي الأبد. طبعا اللي نايم بقاله يومين كده صحي لقى في اتنين اتغيروا في المنتخب بقدرة قادر. ما شاء الله، المنتخب لسه ما لعبش أصلا ماتشات وفي اتنين اتصابوا في القوام الأساسي للمنتخب اللي هو 27 لاعب اللي اختارهم روي فيتوريا. عندنا أول واحد اتصاب، أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي 22 سنة. اتصاب وخرج من المعسكر خلاص، وتم استبداله بمهند لاشين لاعب بيراميدز 26 سنة. هوب ما كملناش، إصابة أسامة جلال مدافع بيراميدز 26 سنة، واستبداله بياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي 31 سنة. بغض النظر إن ياسر إبراهيم طبعا كان لازم ينضم من أول المعسكر. هو سبحان الله، يعني هو حق ربنا، يعني هو أنا فرحان لياسر وفرحان لمهند بصراحة، الاتنين يستاهلوا الانضمام للمنتخب. ياسر في أعلى فتراته الفترة دي، ويستاهل إن هو يكون موجود بشكل أساسي في المنتخب. يلعب طبعا على احمد سامي، ويلعب على علي جبر، يلعب على اي مدافع بصراحه في المنتخب يعني. بغض النظر عن الاساسيين طبعا احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، هم دول اكيد هم الاساسيين في منتخب مصر، لكن ياسر هيكون بديل جيد ان شاء الله باذن الله، فهيكون ليه دور. مهند لاشين انا شايف ان هو لاعب خط وسط برده من الناس الكويسه جدا اللي بتلعب في الدوري، لسه 27 سنه، مش كبير يعني، لسه قدامه مستقبل برده للانضمام لمنتخب مصر. طبعا كانت فرصه احمد نبيل كوكا، لكن حظه كده يعني، هو نصيبه وقدر الله ما شاء فعل. طبعا اكيد كان نفسه يكمل وكان نفسه يلعب، اول تجربه ليه مع منتخب مصر وهو لسه 22 سنه، فكانت تبقى تجربه مميزه جدا ليه، لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. وان شاء الله يعوضها، لسه قدامه كتير جدا، لسه 22 سنه يعني لسه صغير، فيقدر يعوض كل حاجه باذن الله. ده بالنسبه لمنتخب مصر. وزي ما قلنا مع منتخب مصر من دول خلاص، بنرفع ايدينا بقى لا اهلي ولا زمالك ولا الكلام ده. بس في ناس برضه مش قادره ترفع ايديها، يعني بيقعدوا يعملوا مقارنات غريبه برضه في احنا عارفينهم، محمد على الله، على الهجاص، على اسامه الغريب، على الاشكال الضاله اللي بتطلع في القنوات دي. بيقعدوا يعملوا مقارنات ما بين لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومش عارف، ملوش لازمه والله يا جماعه. احنا خلاص دلوقتي ورا منتخب مصر قلبا وقالبا، علشان نحقق بطوله، يعني البطوله غايبه عن منتخب مصر بقالها 13 سنه، فنحقق بقى البطوله، نصفي النيه كده، صفوا نيتكم شويه بس، يعني بطلوا حقد بقى، وبطلوا الهبل اللي بيحصل. الاهلي متاخد منه مش عارف 7 وبيراميدز 6، وبيراميدز كان هيبقى اكتر، عشان كده استبدلوا اسامه جلال. كلام غريب يعني، ما علينا، كلام غريب فعلا، بس بنسمعه في الاعلام من ناس غريبه برضو على الرياضه بشكل عام، لكن اهو انا بنسمع وخلاص. حد تاني يطلع يقول لك ده لولا الاسماعيلي، برضه من الحاجات الغريبه اللي سمعتها اليومين اللي فاتوا، لولا الاسماعيلي ما كانش الاهلي خد البطولات دي. يا جدعان انتوا مجانين، يعني معلش بقى، يعني اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، فكده المتكلم مجنون بجد مش هزار. يعني الناس دي طالعه بتقول الكلام ده ازاي؟ مهما كان الاهلي هو اللي بيصنع النجوم، لولا الناس دي لعبت في الاهلي، لولا الناس دي خدت بطولات. يا عبد الله سعيد، انت لولا ان انت لعبت في الاهلي، وانا بسمي هو عبد الله السعيد، لولا انت لعبت في الاهلي كان زمانك دلوقتي صفر بطولات. لو قعدت مليون سنه في الاسماعيلي عمرك ما كنت هتجيب بطولات. ما انتوا كنتوا موجودين في الاسماعيلي، ما خدتوش بطولات ليه؟ يعني انتوا كلكم، كل الناس اللي كانت موجوده اللي لعبت في الاهلي وكانوا موجودين اصلا في الاسماعيلي قبل كده، ما خدوش بطولات ليه؟ عشان الاسماعيلي مش نادي بطولات بس كده. الاسماعيلي كل تاريخه ايه؟ بطولتين. لكن النادي الاهلي بطولاته ايه؟ فالنادي الاهلي بيضيف، اي لعيب بيجي بيبقى نجم في النادي الاهلي. هو جاي من الاسماعيلي، محدش سمع عنه غير في الاسماعيليه، لكن هو جاي يتنجم في النادي الاهلي، جاي يتعرف، يتشاور عليه في الشارع ويقولوا ده عبد الله السعيد، او ده اسلام الشاطر، او ده محمد بركات، او ده سيد معوض، ده لاعب النادي الاهلي. لكن قبل كده ما كانش حد يعرفك غير اللي موجودين في الاسماعيليه، معلش. فالكلام ده بقى، ومش عارف مين عماره، ده العماره اللي اتهدد دي برضه، الدكتور عماره ده طلع برضه بيقول نفس الكلام، لولا الاسماعيلي. ما بتاخدوش بطولات ليه طيب؟ يعني الناس دي كانت موجوده في الاسماعيلي، ما خدتوش انتوا بطولات ليه بقى؟ الاسماعيلي ده ما شفناهوش مثلا 10 دوري ليه ورا بعض، ولا 5 دوري؟ ما الناس دي لعبت في الاسماعيلي كام سنه. يعني الاسماعيلي في فتره كان فيه بركات واسلام الشاطر وسيد معوض وعماد النحاس وعبد الله السعيد والسوليه، طب ما جابوش بطولات ليه؟ لان النادي الاسماعيلي مش بتاع بطولات، ده نادي بيقولوا عليه برازيل الكره المصريه، وبيلعب عارفين بس، لكن كلام فاضي.
كلام فاضي. لا هي عمره ما الكلام ده هيقلل من النادي الاهلي ولا هيرفع نادي الاسماعيلي. يعني أنا لما حد يقول كده نادي الاسماعيلي مش هياخد بطوله. فبلاش الكلام الغريب اللي انتوا بتقولوه ده، كلام مش كلام حقد. يعني هو الكلام كل اللي بيتقال ده الناس حاقده على النادي الاهلي. يعني انا بيعجبني مثلا معتز زينو، راجل محترم، راجل يعني طمر فيه النادي الاهلي، بيطلع يتكلم كلام صح وكلامه منطقي مليون في المية منطقي. لكن الناس اللي بتبقى قاعدة حواليه دي عفت جزار ومحمد على الله، دول على الله حكايته. نرجع تاني لمنتخب مصر. ان شاء الله اول مباراة باذن الله للمنتخب يوم 14 مع موزمبيق. يا رب المنتخب يكون فايق ويكسب باذن الله. انا شايف ان هي مواجهة سهلة، مش قوية قوي، لكن عندنا ماتش بعد يعني استعداد قوي جدا للماتش اللي بعده، لان احنا هنلعب غانا. غانا برضو مهما كانت مش في مستواها اللي احنا عارفينه بتاع زمان، لكن منتخب غانا بيفضل برضو من الفرق القوية جدا في قارة افريقيا. يا رب باذن الله المنتخب يمتعنا في ماتش موزمبيق ونعدي دوري المجموعات كده بايه، بسلاسة باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.